صاد حضر العو عذرا قد اكل الجو سايبك تهري وبتغل لكن ممنوع تحلو اسف انا مش بتهز شبعان مولود على عين لا ارى احدا وبجد لا ارى غير. طبعا فككم من السلو موشن اللي انا عملته ده، يعني دي بس داخله كده عقيمه بتاعت شاكر. شاكر محظور دلوقتي. هل هم طبيعيون السلسله اللي انتوا بتحبوها؟ انا قلت بقى ايه اخدها شويه حته بتوع التيك توك والكلام ده، ان جسم شاكر كده فجاه عمل بوف فجاه. طبعا شاكر طبعا طالب مجتهد دخل كليه هندسه بمجهوداته الشخصيه، ان هو كان دحيح طبعا زي ما انتوا شايفين في الفيديو ده، عمره ما يغش من حد ابدا. كل ده دخل بمجهوده كليه هندسه، وبعد كده ساب هندسه ودخل شرطه، وادي بقى عاش في الشرطه كام سنه. فكنا بقى من كمال الاجسام بقى نخش في التيك توك. شاكر محظور دلوقتي، ما اعرفش ايه شاكر محظور دلوقتي دي، ما علينا. اسمه الحقيقي محمد شاكر، كان في كليه الشرطه وسابها. بص ده جسمه كان في كليه الشرطه. طبعا واحد عنده انيميا اصلا يعني ومحتاج تغذيه ومحاليل، وما اعرفش ده دخل كليه الشرطه ازاي، والله هي ارزاق تقريبا. ودي صورته في التدريبات طبعا، والله العظيم بجد يعني هو واحد عمره ما دخل جيم اساسا قبل كده وعنده فقر دم. وبعد كده ساب الشرطه وساب كل ده، دخل في عالم اللايفات بقى بتاع تيك توك. كبسه كل ساعه بياخد تقريبا 2 مليون ل 3 مليون. في حد يقول كده شاكر؟ يعني لو فتح لايف 4 ساعات هياخد 4 مليون جنيه. بيطلع اللايف الواحد بيكسب اكتر من مليون جنيه في اللايف الواحد. يعني هو مش بالضروري، بس انت سالتني مثلا على لايف امبارح، احيانا في لايفات انا ممكن اطلع اتكلم بس مع الناس، انا مش هدفي الاول المكسب حلو على قد ما هدفي ان انا يكون ليا تاثير وسط الناس. نشوف بقى الصوره دي. ايه ده يا عم شاكر؟ بصوا بقى العروق اللي في الصدر والكتف والترابيس. بصوا بقى ايه يعني، سيبكم من كل ده، انا شايف في كده حلمة صدر ايه مش طبيعيه، في حاجه كده باذه من بعيد. انا بشم ريحه الحلمات، خد بالك يعني ايه، انا نسيب كل حاجه وركز في الحلمات. بصوا الحلمه بارزه شويه ازاي، وتحسها فيها حاجه من جوه. وانت جديد في سلسله هل هم طبيعيون ولسه ما تعرفنيش ولا تعرف مثلا محمود دره، فالناس اللي بتاخد استرويد وبشكل عالي التستوستيرون عندهم بيتحول لاستروجين، فالحلمه بتاعتهم بتبقى بارزه شويه ويبقى شكلها غريب غير المتعارف عليه. طبعا ده شكل من الاشكال اللي احنا بنعرف ده اللاعب ده طبيعي او مش طبيعي. طبعا في اعراض تانية وحاجات تانية بتثبت ان هو مش طبيعي او بيستخدم هرمونات، ولكن حلمه الصدر بتبقى باينه معروف، العروق اللي في الصدر وفي الدراع الترابيس، واهم حاجه طبعا حلمه الصدر. طب هل شاكر ممكن يكون خد هرمونات؟ والله اتوقع كل حاجه، بس شاكر خد بالك يعني واحد مالتي مليونير، فده لو عمل كده هيعمل فورمه في يومين اساسا، مش زيك انا وانت كده كحيانين عشان نجيب احتياج بس من البروتين 100 جرام وبنجيبهم كمان من بروتين نباتي. فالدنيا معانا دنك يا صاحبي، احنا مش زي الناس دي، احنا عالم مش عايشين اصلا. بعدين يعني مع احترامي لعم شاكر محظور دلوقتي، هو مش وراه حاجه غير ان هو يقعد على التيك توك لايفات ويقول لك ارحب يا مستشار ويعمل لك كده، فهو مش فاضي غير ان هو يتمرن ويفتح لايفات بس. هو هيكون فاضي ايه تاني غير كده يعني؟ فعادي ده واحد عنده وقت ان هو يصحى وياكل ويتمرن ويعمل كل اللي هو نفسه فيه، وعادي يعمل فورمه، فهو يضرب هرمونات. بص نختمها في الاخر دي، بصراحه يعتبر كويس، مش الضخم والفريك اللي احنا بنشوفه مثلا ان هو فعلا بياخد هرمونات. لا، في ناس بتاخد هرمونات وبيبقى شكلها شكل واحد طبيعي، فاهم قصدي؟ عادي يعني. والاصعب من كده كمان ان شاكر طوله يعني شاكر طويل مش قصير، شاكر تقريبا 100 حاجه و90 سم، فان هو يعمل عضلات على الطول ده كله، فبرضه الموضوع صعب مش سهل. غير كمان ان شاكر الجينات بتاعته مش اقوى حاجه، زي ما انت شفت اول صوره ليه طبعا في الشلاحات خالص. هو خلاص ساب الشرطه، بس شنب الشرطه لسه لحد دلوقتي محتفظ بيه تقريبا ذكرى يعني. الصور دي هو في الغالب بنسبه 100% طبيعي، هو بنسبه 100% في الصوره دي طبيعي. جسم شاكر مش البوم، لا هو كان عامل فورمه جامده قوي، وبعد كده بدا يريح شويه وجسمه بدا ينزل تدريجي. جسمه لسه لحد دلوقتي كويس، بس مش زي القوه اللي كانت في الصوره دي. في الصوره دي بصراحه هو كان شكله غريب، العروق والكتف والترابيس وحلمه الصدر البارزه دي، لا في هنا شك. فانت هتدي شاكر طبيعي ولا مش طبيعي في الصوره دي؟ بس الصوره دي هو واخد استرويد ومش طبيعي، حلمة الصدر شكلها باين قوي ان هو في شويه ارمطه واستروجين عالي في الدم، في العروق اللي في الصدر الدراع الكتف الترابيس. اما في باقي الصور وهو حاليا دلوقتي طبيعي، بيتمرن عادي، بيهتم باكله وبتمرينه، وهو فاضي ما بيعملش اي حاجه اصلا غير ان هو يتمرن وياكل ويفتح لايفات، فطبيعي ان هو يعمل الجسم ده. غير كمان الملايين اللي معاه المتلتله يعني، فعادي ده لو عمل فورمه ممكن يعمل فورمه في يوم يعني، فاهم قصدي؟ ممكن يبقى معاه احسن مدربين واحسن دكاتره ويتابع مع بص في يتمرن في احسن جيمات في مصر او في العالم اصلا، فعادي يعني الموضوع بالنسبه له سهل. فهل هم طبيعيون؟ لا، شاكر مش طبيعي في الصوره دي، ولكن في باقي الصور وحاليا هو جسمه طبيعي موقف كل الاسترويد. بس كده يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ويا ريت بقى انتوا كمان تكبسوا لي هنا على اليوتيوب وتعملي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ما تنساش بقى الفيديو الجاي تقول لي عايز هل هم طبيعيون، يبقى الحلقه عن مين فنان بقى او لاعب كمال اجسام
قول لي تحت في الكومنتات. كان معاكم سامح حسين، اشوفكم في فيديو جاي.